اهلا وسهلا بيكم على صفحه بره التشكيل. معاكم كريم عوض، وهنتكلم النهارده عن نتيجه المساحات اللي شغلت الراي العام كله، مش الوسط الرياضي بس. وطبعا الجمهورين الزمالك والاهلي قبل نهائي المرتقب، نهائي الحلم او نهائي القرن، نهائي دوري ابطال افريقيا. نتيجه المساحات طلعت. طبعا نتمنى مبدئيا كده شفيق، نتمنى شفاء جميع المصابين سواء الرياضيين او غير الرياضيين، ويرفع عنا البلاء فيروس كورونا. النهارده نتيجة المساحات ظهرت تلات لعيبة من الأهلي وتلات لعيبة من الزمالك، ولكن كان في اتنين، يعني كل النتيجة. يعني مثلا في اللعيبة بتاعت الأهلي، وليد سليمان كان معروف قبل نتيجة المسحة النهارده، وصالح جمعة كان معروف برضو قبل نتيجة المسحة النهارده، والونش كان برضو معروف نتيجته قبل ما تطلع المسحة النهارده. فالمساحات الجديدة هم تلات لعيبة بس، اللي هم الو ديانج من الأهلي، اللي كان ميدو طلع امبارح في برنامج وقال في لعيب مهم جدا مصاب وفي تكتم على اصابته بفيروس كورونا لحين مسحه الكاف، واعتقد كلامه كان على الون ديانج. تاني حاجه، الاثنين التانيين كانوا من الزمالك، وهي الصراحه مفاجاه صادمه لينا كجمهور، عبد الله جمعه ويوسف اوباما. والنتيجه الاكبر واللي تعمل مشاكل اكتر لفريق نادي الزمالك هو عبد الله جمعه اكتر من يوسف اوباما. وده ليه؟ ان عبد الله جمعه ملوش بديل، مفيش باك ليفت في نادي الزمالك. عبد الشافي مصاب من مباراه الاهلي 3-1 بتاعت الزمالك والاهلي، نتيجه 3-1 اللي فاز فيها الزمالك، وساعتها ما رجعش، ما لعبش حتى 5 دقايق على بعض. ما اعتقدش ان هو هيلحق يجهز في اليومين دولت ويلعب ماتش مهم زي ده، ما اعتقدش يعني. ما اعرفش اصلا هو خف ولا لا. انا اعرف من تدريبات اخبار ان هو بدا ينزل تدريبات فرديه، حتى ما نزلش تدريبات جماعيه، فاعتقد ان هو صعب يلحق. ويوسف اوباما غيابه طبعا مؤثر، هيغير طريقه اللعب، هيغير التكتيك بتاع باتشيكو. خلاص فيش يومين، مفيش اي وقت ان هو يفكر كتير. غالبا كده ما اعرفش اصابه منجم الاخيره، برضو لما طلعوا كلموا مع الدكتور بتاع نادي الزمالك قال له ان هو اصابته خفيفه ويلحق النهائي، ما اعرفش. الونش طبعا مدافع توب فورم وافضل مدافع في مصر دلوقتي، دي بالنسبه لغيابات نادي الزمالك. بالنسبه للاهلي اعتقد ان وليد سليمان هو بالترتيب كده، الو ديانج في المقام الاول، بعدها وليد سليمان، بعد كده صالح جمعه كان بعيد جدا عن المشاركه فايلر، ولما جه موسيماني برده ما اشتركش كتير. وليد سليمان ورقه رابحه للنادي الاهلي، قدر ان هو يصعدهم في المباراه الاخيره قدام ابو قير، وهو اللي جاب الجونين بطريقه ولا اروع. توب فورم على طول. وليد سليمان من اللعيبه المحافظه على لياقتها، وبتقدر تخدم النادي الاهلي في اي وقت تقدر تلعب بيه، ورقه كانت رابحه جدا. تاني الفوق بقى توب فورم هو الو ديانج يعتبر هو العمود الفقري بتاع النادي الاهلي. هو الديفندر اللي بيقدر يفسد الهجمات ويبني الهجمات في نفس الوقت. هو عنده السرعه، هو اللي عنده اللياقه، هو عنده القدره اللي بيقدر يزيد بقى السوليه. ولكن عندهم البديل اللي هو حمدي فتحي، لعبها بشكل كويس جدا مع طارق حامد في ماتش توجو اللي هناك. في غيابات الاهلي نقدر نقول مؤثره في القوام الاساسي الو ديانج ووليد سليمان، زي ما قلنا ورقه رابحه، ولكن مش بالشكل الكامل، مش زي الزمالك. ليه؟ ان الزمالك عنده 3 لعيبه اساسيين لا غنى عنهم، والبديل بتاعهم مش في نفس القوه الاساسي. يعني عبد الله جمعه ملوش بديل اصلا. والونش عبد الغني طبعا ديفندر كويس، بيعرف يلعب على الكوره، بس مش زي الونش اجريسيف. الونش قوي في الالتحامات في الالعاب الهوائيه، بيقطع ميه ونور. التاكلينج احسن واحد بيعمل تاكلينج في مصر على المدافعين، وبعد وراه عبد الله جمعه اللي هيجيبه عن اللقاء. يوسف اوباما طبعا اللي بيعتمد عليه باتشيكو، ان هو راس المثلث اللي بيقدر يبني، يدافع ويهاجم ويعمل ويزيد جوه المنطقه. ولكن يوسف اوباما الزمالك لعب من غيره فترات طويله في الموسم، وقدر ان هو يحقق مكاسب، واخرهم مباراه الرجاء اللي لعبناها هنا. باتشيكو قدر يحل الازمه ولعب اسلام جابر مكان طارق حامد، وساسي هو اللي قدامهم، وقدر يحل بطريقه بشكل ما، قدر يحل المشكله ديت. لكن اعتقد المشكله الكبيره والصداع اللي في دماغنا كلنا وفي دماغ باتشيكو هو عبد الله جمعه. هيعمل ايه؟ باك ليفت؟ هل هيجيب اسلام جابر مكانه؟ طب مين اللي هيلعب مكان اوباما؟ هيحط زيزو وساسي وطارق في خط النص، ويلعب بأوناجم وبن شرقي لو ده في حاله أوناجم لو جاهز. طب لو مش جاهز هيعمل ايه؟ مش عارف. طب حازم امام رجع فيروس كورونا
ما يعرفش هل هو فت ولا مش فت، هي دي لعبه 90 دقيقه ولا لا. فاظن طب هل هيلعب بشيكا؟ طب شيكا جاهز، فورمته جاهزه نلعب مباراه قمه في نهائي دوري ابطال افريقيا؟ فمشاكل كتير جدا 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 وقع فيها نادي الزمالك النهارده، وغيابات مؤثره قوي. مع ربنا يستر، ما اعرفش الماتش هيمشي ازاي او الدنيا هترسى على ايه، او باتشيكو هيحل المواضيع دي ازاي في اقل من 24 ساعه، هيحضر ازاي لعبه نفسيا اصلا احنا ما اتكلمناش عن نفسيا، ازاي دلوقتي كفرقه 3 لعيبه هيتشالوا مني اساسيين، انا هقدر ازاي نفسيا اتغلب على الوضع ده، كل لعيب اللي هيلعب مكان زميله هيقدر ازاي. اسلام جابر لو لعب مكان عبد الله جمعه، اسلام جابر دفاعيا ضعيف جدا، يعني ما يقدرش ان هو ما بيعرفش يلعب وراه فاضي، يعني اسلام جابر بيلعب دايما وراه حد، وراه مدافعين، وراه ديفندرات، فبيلعب هو او جنبه طارق حامد، لكن لو يلعب عبد الله جمعه هيلعب وراه فاضي. يعني هل هو عنده القدره زي كده؟ اسلام جابر لما لعبها حصل مشاكل كتير جدا في نادي الزمالك لما لعب باك ليفت. اتمنى ان كل واحد هيلعب مكان زميله اللي اتصاب يقدر يسد، يعمل اللي عليه، والنتيجه في علم الغيب، هي نتيجه بس في علم الغيب، وربنا هو اللي يعلم مين اللي هيحصد الكاس الغاليه. واتمنى انها تذهب لمن يستحق، يعني اتمنى انها تذهب لمن يستحق واللي تعب عشانها. انا شايف يعني ما دام اتكلمت في الموضوع ده، انا شايف اللي خد المرحله الاصعب في البطوله هو نادي الزمالك على النادي الاهلي. ليه؟ نادي الزمالك طلع الترجي بطل دوري ابطال افريقيا في اخر موسمين، وصعد لنصف النهائي هناك من رادس، وفي ظل يعني ان الزمالك اللي لسه واخد كاس السوبر من ترجي، فاعتبر ده يعني مرحله صعبه جدا جدا انك تقصي صاحب اللقب، ببالك بقى من اخر نسختين. وبعد كده تطلع الرجاء اللي كان مرشح للوصول للنهائي ومرشح انه ياخد الكاس، لان الرجاء صعد نصف النهائي من مازيمبي، ملعب مازيمبي، كسب مازيمبي 2-0 هناك في المغرب، وخسر من مازيمبي 1-0 بس، وصعد. وكان ملعب مازيمبي من الملاعب الصعبه جدا تقدر تصعد من خلالها. ونادي الزمالك قدر، وكان بطل الدوري المغربي، فالزمالك قدر يطلع المرشحين الاقوياء، او ان هم المرشحين بقوه او نسبتهم قوه للوصول للنهائي والحظ اللقب. نيجي الناحيه الثانيه، النادي الاهلي طلع فرقتين برضو مستاهلين، ولكن اقل نسبيا من ترجي والرجاء. وده ليه؟ ان سان داونز الاهلي لما اتغلب عليه سان داونز يعني كانت نقطه، يعني كانت المعنويات او الدوافع النادي الاهلي هي خسرته بخماسيه في النسخه اللي فاتت، فعايز يرد الاعتبار، فدي كانت قوه المباراه ان هو رد الاعتبار، ما كانتش حامل لقب او حاجه زي كده، يعني كانت رد اعتبار. تاني حاجه الوداد كان خسر خلاص، اللي كان غير المدير الفني، وكان خسر الدوري في اخر دقيقه، محبط معنويا، فبالتالي صعود الاهلي للنهائي وصل عن جداره واستحقاق، مش هنقول حاجه غير كده، ولكن منافسينه كانوا اقل شراسه واقل قوه من منافسين الزمالك. الزمالك مر بظروف صعبه في البطوله دي، لعب الاهلي ب10 لعيبه وقدر يكسب. لعب الرجاء هناك من غير فرجاني ساسي وقدر يكسب. لما جه هنا لعب الرجاء من غير يوسف اوباما، وده ركيزه اساسيه، وموضوع كورونا وتاجل ماتش وما اعرفش ايه واللي حصل ده، وكان خسران 1-0، وكان قدامه كان خلاص بيخش في اكسترا ضربات جزاء، او ان نادي الرجاء كان ممكن يكسب، لكن قدر يجيب جون واثنين وثلاثه، كان ممكن يجيب الرابع بس حسب اوفسايد. فنادي الزمالك عنده من الخبرات تقدر تعدي من المواقف الصعبه دي. لعب الكونفدراليه وصعب ضربات الجزاء، خد كاس السوبر من الاهلي، خد كاس مصر من بيراميدز. فاعتقد ان الزمالك فيه خبرات زي طارق حامد ومحمود علاء وساسي وبن شرقي. اعتقد ان اسماعيل يوسف هيبقى فيه ليه دور مهم جدا 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 في ال 24 ساعه دولت، هو امير، يقدروا يلموا الفرقه، الموضوع محتاج تظبيط نفسي اكتر من هو تظبيط فني، اللي هم يقدروا يواجهوا الاهلي باقل عدديا، ازاي يقدروا هيقوموا نفسيا. احنا كنا غلبناهم 3-1 ب10 لعيبه، اكتر من 10 دقايق بنلعب ناقصين وقدرنا نتغلب عليهم. وان شاء الله باذن الله نكسب، وان شاء الله الاصابات ديت ما تعطلناش عن ان احنا او تحول بيننا وبين اللقب الغالي، وباذن الله نكسب. وان شاء الله باذن الله اتمنى شفاء للمصابين، وان شاء الله باذن الله البطوله زملكاويه باذن الله.